السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الترمس، تسلية للعيد، بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ان شاء الله. لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله، وتشجعوني وتدعموني. انا جبت نص كيلو ترمس من عند العطار، وبشوف كده لو في اي حاجة فيه مش كويسة. واهم حاجة بعد كده نغسله كويس قوي كذا مرة. وبعد كده نجيب مية، اهو زي ما بوريكم هغسله كذا مره كده. بس طبعا بعد كده هاخده تحت الحنفيه واغسله كذا مره. وبعد كده هنقعه في الميه نضيفه تاني لمده ما تقلش من 4 ل6 ساعات. بس انا لو انتي مستعجله انا نقعته يوم كامل، يعني نقعته من بالليل وتاني يوم سويته حطيته على النار زي ما انتم شايفين اهو. هحطه بقى في حله على النار. وبعد كده هبتدي يقعد على مده ساعه على النار. بعد كده بقى اجيبه اصفيه. واهم حاجه لو احتاج ميه على النار ابتدي حطي له كل شويه، يعني حطي له حبه ميه حبه ميه. زي ما انتم شايفين تضاعف حجمه بعد ما سبته ليله كامله. النص كيلو بص بقى قد ايه ما شاء الله عليه. انتي برضو ممكن تحطي كميه على حسب برضو عدد افراد اسرتك، يعني ممكن تجيبي النص كيلو تعمليه على مرتين. انا عملته كله النص كيلو، وهحطه على النار زي ما قلت لكم لمده ساعه. وكل شويه كده اشوفه يعني استوى ولا لا. خد معايا ساعه، استوى ما شاء الله عليه جميل جدا. بعد كده بنبتدي نحط بقى التوابل بتاعتنا علشان نخلي طعمه جميل. حطيت بابريكا وملح وكمون، وحطيت كمان ليمون. ونكهته طبعا ظبطت الملح فيه وحطيته في بولة. وطبعا بولة يبقى ليها غطا. واحط كمان لازم 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 يا جماعه الترمس يتحط عليه ميه. ما تحطيش بقى التوابل اللي انا هحطها دي وبس كده وتسيبيه ناشف، لا هينشف معاكي. لازم بعد ما تحطيه تحطي عليه ميه. حطيت بقى التوابل بتاعتي وحطيت الميه، وهقفله بقى بالغطا بتاعه واحطه في التلاجة. طريقه سهله وبسيطه. عملنا ترمس سهل وسريع وكمان تسلية حلوة قوي للعيد ومفيد طبعا زي ما انتم عارفين. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستفدتوا منه، وكل سنة وانتم طيبين. ويا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتدعموني وتشجعوني اكبر القناة ليكم بيكم. شكرا لكم وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.